السلام عليكم. كن قويا من الداخل. لو ربنا أصابك بابتلاء بيبقى أصعب من الابتلاء كلام الناس حواليك. اوعى تفتكر ان الناس هتطبطب عليك او هتحافظ على شعورك او هي بتتكلم هتاخد بالها من الابتلاءات. هيتقال كلام كتير يجرحك، وهتلاقي ناس تقول كلام يكسر خاطرك. في ناس هتتكلم من غير قصد، وفي ناس تانية هتتكلم بقصد. دايما غلب حسن النية. لازم علشان تقدر تعدي الابتلاء لازم تبقى عارف ان الناس هما اصعب جزء في الابتلاء. ربنا عز وجل في القرآن بيقول: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. ده جزء من الابتلاء لازم نصبر عليه، ولازم نبقى أقوياء من الداخل، ولازم نتصالح مع نفسنا ونتصالح مع ابتلاءنا علشان نقدر نواجه الناس وما يهزناش كلامهم، علشان نقدر نميز بين الناس اللي بتقول كلام من غير ما تقصد ونتقبله عادي لأن هما ما يقصدوش، ونميز بين الناس اللي عايزين يكسروا قلوبنا ويكسروا خاطرنا، ونقدر نقف قدامهم ونواجههم بكل قوة وشجاعة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخلق أجمعين لما رزق ببنات كانوا المشركين بيعايروه ويقولوا له أنه أبتر صلى الله عليه وسلم، أي لا عقب له. فربنا عز وجل واساه وطيب خاطره وقال له: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. لما حد يقول لك كلمة تجرحك وتسبب ان انت تقعد تعيط بعدها شهور وايام، اعرف ان شانئك هو الابتر. ودايما خلي عندك يقين بربنا. اعرف ان ربنا عز وجل هيبدل المحنة منحة، وهيبدل الحزن فرح، وهيبدل العسر يسر. وكل الناس اللي جرحتك ربنا هيكسر بخاطرهم زي ما كسروا بخاطرك، وربنا هيدوقهم كل حزن انت حسيته زي ما خلوك حزين. ودايما خليك مع ربنا، وتذكر إن شانئك هو الأبتر. كن قويا من الداخل، ما يهمكش كلام حد، وخليك قوي واعرف ان انت في ابتلاء ربنا هيخليه يعدي وتتنقل من الابتلاء لمنحة عظيمة والفرح كبير. وربنا يحفظكم جميعا، وكونوا أقوياء من الداخل، وإن شانئك هو الأبتر، ودمتم سالمين.